حبايبي سلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير وصحة وسلامة. عاملين ايه؟ النهارده فيديو جديد هنعمل مع بعض البفتيك. تمام. انا جايبه هنا معايا نص كيلو بفتيك، هعمل منه وصفتين صغيرين سهل وبسيط تقدري تعمليهم في وقت قليل جدا. جاي مستعجله، جاي لك حد على غفله، سهل جدا ان انت تعمليه. تمام. هنسمي الله ونصلي على رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم ونبدا الوصفه بتاعتنا. معايا نص كيلو لحمه بفتيك، معايا نص كيلو رز، معايا بسله متفرزه، معايا التوابل بتاعتي ملح وفلفل وكمون وشويه حبه البركه وعود قرفه وشويه كركم وقرن فلفل ناشف احمر وواحد اخضر زيه ولومي وشويه زعتر. تمام. دي كل اي توابل عندك في البيت حطيها، ومعايا حتتين زبده ومعايا الزيت. خلاص. نيجي اول وصفه عندنا. انا هتبل البفتيك بتاعي عشان انا هشوحه بالزبده كده، عشان عايزه اعمله صوص بني كده جنب الرز اللي احنا هنعمله. وهنعمل باقي البفتيك بتاعنا بالبيض والبقسماط عادي جدا، اللي هو مقلي في السمنه وكده او في الزيت. خلاص. انا هاخد بقى هاخد نصهم كده، هتبله ملح وفلفل بس مش اكتر من كده، عشان احنا عايزين طعم اللحمه يبقى باين جدا في الوصفه دي. مش هكتر اي بهارات خالص، هو ملح وفلفل وادعكهم كويس كده، واخدهم بقى على البوتاجاز بحته زبده صغيره كده وشويه زيت صغيرين، نشوحهم على الناحيه دي 5 دقايق وعلى الناحيه دي 5 دقايق لحد ما تاخد اللون البني. طبعا تكوني معليه النار جدا على الطاسه عشان اللحمه ما تنزلش ميتها، تاخد صدمه كده. وعايزه اللون البني بتاع اللحمه كده عشان اعمل الصوص البني معاه. يلا بينا نروح على البوتاجاز. معايا هنا شويه زيت صغيرين ومعايا حته زبده، حطهم يسخنوا كويس جدا عشان انا عايزه اللحمه ما تنزلش العصاره بتاعتها، فلازم تكون الزبده والزيت سخنين جدا. خلاص. زود بس الزبده اسيحها شويه تسخن شويه كده مع الزيت عشان اللحمه ما تنزلش ميه. انا ما حطيتش اي توابل يا جماعه، هي ملح وفلفل وبس مش اكتر من كده. واحطهم بقى كده في الطاسه ومش هقلب على طول عشان برضو ما ينزلوش الميه بتاعتها. هستنى شويه لما تاخد بس لون كده من تحت، وابدا ان انا تقلبيها بقى يمين وشمال، ما مش هيجرى اي حاجه. اهو بصي خدت لون صدمه اهي، لونها فتح شويه. تمام. بصوا اهو. لما تاخد بقى اللون الحلو البني بتاعها كده هديها شويه ميه صغيرين. هنا في الحله قلت عبال ما اللحمه تاخد بس التسويه بتاعتها، شويه زيت صغيرين وحته زبده او سمنه وزيت او زيت بس او سمنه بس زي ما انت عايزه. وانا اللحمه هنا بس خدتها صدمه، فهقلبها على الناحيه التانية، حطيتها على الناحيه التانية كده تاخد اللون التاني من الوش التاني عشان يبقى الاتنين شكل بعض، الجهتين شكل بعض. بصوا لونها جميل ازاي، الزبده بتخليه لونها جميل وبتديها طعم حلو جدا جدا. بسم الله ما شاء الله. معايا بصلايه صغيره كده هخرطها ناعم علشان اعمل الرز الاصفر. انا عملت رز مصري عادي لان طبعا كنت ما عنديش رز بسمتي الصراحه، فقلت اعمل الرز المصري بتاعنا العادي حلو برده، مش هيقول لا. موجود في البيت اعمليه، واللي قريب من ايدك اعمليه، مفيش مشكله خالص. هاخد بقى مع البصله دي هحط البهارات بتاعتي تتشوح كويس كده، تاخد البصله تاخد بس تدبل شويه كده، احط معاهم التوابل تطلع بس التوابل ريحتها، وبعدين هحط البسله عشان تاخد تشويحه برده مع البصله ومع التوابل. خلاص. هقلب بس كده البصل شويه، ومعلش انا حطيت التوابل، الكاميرا مفكرها مصوره ما كانت فاصله اهو، اللومي اهوت والفلفل والقرفه والبهارات كلها، وطبعا اللي عندي البسله متفرزه اهي. هخليها بس تاخد كده تشويحه تفك من بعضها. طريقه الرز ده جميله قوي. لو عندك الكاري حطي كاري، عندك كركم حطي كركم عشان بس لون، انا حطيت لون الزعفران عشان بيخلي لونه جميل جدا زي الكركم بالظبط، ده اللي كان متوفر عندي الحقيقه. هقلب بقى الرز مع البسله كده تشويحه حلوه، وهزود مقدار الميه على قد الرز اللي انت عاملاه. خلاص. حطيت شويه الميه هم بتوعي، وطبعا انا حاطه الملح معاهم. تظبطي بقى الطعم بتاعه ونغطيه ونسيبه بقى يتشرب رز عادي جدا خالص. بسم الله ما شاء الله. بصوا لونه عامل ازاي، بصوا مفلفل وجميل. بص بقى الفلفل اللي انا حاطاه ناشف بس خد النكهه بتاعته وطري في نفس الوقت، جميل جدا. اهو مش هيعمل اي حاجه، ما تخافيش ان هو هيتفرتك ولا حاجه، لا هو هيطرى من السخونيه بتاعه الرز. بصي والبسله جميله جدا والجزر شكله جميل جدا وكان ريحته في منتهى الجمال.
هنا بقى اللحمه كنت انا مزوداها شويه ميه عشان بس انا عايزاها مستويه. هستنى برضو تاخد ايه اللون الحلو ده والميه تقل شويه تستوي بمعنى اصح. هغطيها وهاجي بقى هنا هقلي معاكي البفتيك. انا عملته بالبيض والبقسماط، بس هو المقطع ده جاي قبل ده، مش هوريكي برضو ازاي انا بتبله بايه. ادي كده اللحمه، بسم الله ما شاء الله. طبعا اللحمه بتكش، طبعا انا ما رضيتش اقطعها قطع صغيره عشان ما تبقاش ايه رفيعه قوي وتنشف يعني. خلاص حمرها كده اهوت. هوريكي بقى البقسماط والكفر ده ما بيخرجش، ما بيفصلش خالص منه، ولا بيفصل ولا بيقع من عليه ولا اي حاجه خالص. جميل جدا جدا جدا، حلو قوي 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 قوي. تمام، هنقليه كده بالشكل ده، تطلعيه لونه وردي كده جميل كده، اللون الجولد الذهبي الجميل ده حلو قوي. ما تحرقهوش، بالراحه عليه كده وطولي بالك عليه، يطلع في منتهى الجمال. خلاص انا هنا معايا معلقه دقيق، شويه ميه صغيرين خالص. هدوب الدقيق في الميه دي. ميه يا جماعه، ميه من الحنفيه عادي خالص. هدوبها ميه بارده في معلقه الدقيق. تمام، وهزودها على اللحمه اللي انا شوحتها في الزبده عشان تديني بس صوص تقيل شويه كده. بصوا بقى، جميل جدا جدا وطعمه في منتهى الجمال، واخد طعم الزبده واخد طعم اللحمه، حلو جدا. لما تحطيه كده على الرز كده جميل جدا. هزوده بس شويه ميه عشان كل ما بيقعد بيتقل. طبعا الدقيق ماده بتربط الصوص ده، فانا عايزاه ما يتقلش قوي. هي طبعا كانت اللحمه اوريدي عندي استوت وانا متبلاها من الاول، ف هقلبه بس كده تقليبتين لحسب الطعم الدقيق بس يروح، ويبقى الصوص بتاعي عندي جاهز للتقديم. هنا معايا بقى بصلايه انا بشرتها واخدت الميه بتاعتها، وملح وفلفل برضو بس مش اكتر من كده، ملح وفلفل. وهقلب بقيه البفتيك في ميه البصل دي 10 دقايق كده، واشتغلي على طول بيض والبقسماط وخلصي. بقول لك اكله سهله وسريعه وجميله جدا جدا. ما خدتش معايا نص ساعه، كنت مخلصه فيها الغدا بسرعه، جايه متاخره من شغلك، جاي لك ناس، عايزه تعملي اكله سريعه جميله سهله وسريعه في منتهى الجمال. وعملنا نوعين من نص كيلو لحمه. خلاص حطيت انا بيضايه كده، ربيتها بشويه ملح وفلفل صغيرين، وحطيتها على بقيه البفتيك وهقلبها. وهجيب البقسماط بتاعي، بقسماط ناعم طبعا، كلنا عارفين البقسماط الجاهز دوت. او عندك مثلا فينو نشفيه في البوتاجاز وطحنيه، هيبقى بقسماط طعمه جميل جدا. حطي عليه شويه ملح وفلفل وبهاريه كده، يبقى طعمه حلو جدا. انا كنت الحقيقه كان عندي دوت جاهز اهوت. هحط بس عليه دوت من كنور، يعني البقسماط اللي هو مطحون من كنور، طعمه جميل قوي، توابل حلوه قوي قوي للبانيه وللبفتيك وكده. حطيت كيس كده عليه، قلت بس ايه يدي طعم حلو كده للبفتيك، على اساس ان انا مش حاطه اي توابل خالص، حاطه ملح وفلفل بس، فده يدي طعم حلو مع البقسماط. هبدا بقى امسك انا قطعه كده اهوت، واتبلها زي ما حطيت عليها البيض في الاول. طبعا هنزل على البقسماط كده وهتبلها، بدرها كده بالبقسماط كده يمين وشمال، تضغطي عليها كويس جدا عشان طبقه البقسماط ما تفصلش منها، تكي عليها ما تخافيش. اضغطي كده على البفتيك كده اهو. وبعد ما نخلص المقدار دوت هنحطه في التلاجة بس 10 دقايق. وبعد كده ايه تحمري عادي خالص، ولا هيفصل منك ولا الطبقه دي هتتشال خالص من الكفر بتاع البقسماط ده يتشال ولا اي حاجه خالص. تكي عليه كده كويس بحيث ان البقسماط يمسك في اللحمه كده وما يفصلش وانت بتقليه. نكرر بقى المقدار ونعمل ايه بقيه الكام حته دول كده اهو، نعملهم مع بعض كده من البقسماط. بصي البقسماط ناعم شويه بس ايه طعمه جميل جدا مع التوابل الكنور دي، في منتهى الجمال. البقسماط عامل زي الفيجيتار كده، حلو جدا جدا، مخلي طعم البفتيك في منتهى الجمال، حلو قوي قوي قوي. عملت انا اهوت المقدار كله. طب عملته بالبقسماط، احطه بقى في طبق واحطه في التلاجة على الرف في التلاجة بس كده 10 دقايق ربع ساعه بالكتير قوي. وتحمريه بيبقى في منتهى الجمال، ولا بيفصل ولا بيعمل، بس ما تكتريش طبعا وجوده في التلاجة كتير عشان ما يعرقش على بعضه ويدبل ويعمل ميه كده، تيجي تحمريه يتحرق معاكي. هنا كان الرز عندي استوى اهو، بسم الله ما شاء الله. بصوا الرز عامل ازاي وشكله وجماله في منتهى الجمال خالص،
حلو جدا جدا. لونه كان ريحته وطعمه بقى البسله مدياله طعم جامد، والجزر وشكله كده مبهج كده ويفتح النفس بصراحه. يا رب يعجبكم ان شاء الله، وتعملوه بطريقتي ويعجبكم. تشتركوا في قناتي لو لسه ما اشتركتوش، لو اول مره تشوفوني تشتركوا في قناتي وتعملوا لايك للفيديو عشان يعني حد يستفيد تاني بالفيديو لو عجبكم يعني ان شاء الله. هنا بقى اللحمه اللي انا عاملاها بالصوص البني اهي استوت وبقت جميله جدا جدا جدا، وطعمها وريحتها والله خيال في منتهى الجمال. هنا الصوص بقى هنا ممكن تحطيه على الرز، ممكن تحطيه في سلطانيه كده لوحده كده، واللي عايز ياخد على الرز ياخد، اللي عايز ياخد اللحمه على الرز كده من غير اي حاجه، بس في منتهى الجمال. بصوا بقى مش تقيل ولا سميك قوي، هو كل ما يقعد كل ما يتقل يبقى اجمل كمان، طعمه في منتهى الجمال. وادي بصوا البفتيك مقلي اهوت ذهبي وجميل، لا القشره فاصله منه ولا اي حاجه خالص، في منتهى الجمال. وصفه سهله وبسيطه وسريعه في اي وقت تعمليها، في جميله مغذيه في نفس الوقت. وعملنا صنفين وشويه رز جنبيهم في منتهى الجمال. وادي الصوص الجميل الطعم، بصوا بقى لونه في منتهى الجمال. وعلى الرز بصي بصراحه خطير، كان طعمه وهم بصراحه، طعمه حلو جدا جدا، والرز مستوي ومفلفل. وادي البفتيك بتاعي بصوا انا بقطعه الطبقه بتاعته مش فاصله منه خالص، وماسك في نفسه ازاي. بصوا من ميه البصل بس يا جماعه، ميه البصل بس. يا رب كده ان شاء الله الفيديو بتاعي يعجبكم، تعملوا لايك وشير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.